ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا وصفة سهلة وسريعة. الجو حر جدا طبعا، مش قادرين نقف في المطبخ كتير. اول حاجة كده جبت كده اقل يعني اكتر من الربع بشوية من الكبدة البلدي، وعليهم طبعا كلاوي. بدأت ان انا اتبلهم ملح وفلفل اسود ورشة من الكمون صغيرة وكزبرة وثوم وفلفل، طبعا فلفل سبايسي او عادي زي ما انتي محبة. وحطيت طبعا كده شوية من البصل المفروم، وحطيت طبعا توم ده بقى كتري جدا. وزي ما انتم ما شايفين كده سبتها كده شويه مع بعض في التتبيله وقلبتهم كده كويس قوي. وزي ما انتم ما شايفين اهم حاجه ان احنا نحطها في زيت يكون سخن جدا. عملتها طبعا كنت حاطه بايد واحده، فعشان كده ما كنتش عارفه اصور كويس. بدات ان انا اسيبها على نار عاليه برضو، تخافوش طبعا من الزيت ولا اي حاجه خالص. وبكده بتكون جاهزه معايا، ما بتكملش اي وقت خالص. يعني يا دوب بتاخد بس كده مع الفلفل يعني تشويحه كده صغيره، وبعدين بتقفلي عليها. ما شاء الله اللهم بارك. هنعمل بقى جنبها شويه مبكبكه كده حلوه وسهله وسريعه. وبجد ما وقفتش في المطبخ كتير في الحر اللي احنا فيه ده. حطيت طبعا ميه كده بتغلي، وبعدين حطيت كيس الصلصه، وحطيت مكعب مرق وفلفل اسود وكمون. وكمان لو عندك شطه بتحطي شطه سبايسي او قرن فلفل اخضر يكون سبايسي برضو. الكبده كانت خلصت معايا اللهم بارك. وطبعا المكرونه بكبكت بقى كده مع نفسها وبقت في منتهى الجمال. ما شاء الله جربوها هتعجبكم جدا. نوع المكرونه ده انا بحبه جدا في المبكبكه عشان مش بيعجن معايا. ما شاء الله تحفه اللهم بارك. وصفه سهله وسريعه، تقدري ان تعملي الكبده في سندوتشات، ما تعمليهاش بمولس زي ما انت محبه. بجد ما وقفتش كتير في المطبخ في الحر، وما شاء الله وصفه سهله وسريعه وجميله جدا الطعم ولا اروع. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم في الوصفات السهله السريعه اللي انا بقيت بعملها علشان الصيف. ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفه. طبعا بتحبيها سبايسي كتري شويه، بتبقى جميله جدا. الصوص بتاعها ده بقى مع الكبده اللهم بارك تحفه جدا. وصفه سهله وجميله وكمان سريعه، وكل البيت هيعشقها بصراحه. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ما تنسونيش طبعا في شير ولايك وسبسكرايب.